صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، مات أبوه وهو في بطن أمه، وهو الذي نجا أيضا من نذر عبد المطلب الذي ذكرناه. فولد النبي يتيما، وبعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما كان في كفالة أمه ورعايتها، بعد أن عاد لها من بيت حليمة السعدية المرضعة التي أرضعته، فعاش معها قرابة 4 سنوات، لأنه رضع 2 كاملتين مع أمه حليمة، فعاد إلى آمنة مرة أخرى. وبعد أن عاد إلى آمنة وعاش معها حوالي 4 سنوات، انظر إلى عناء النبي صلى الله عليه وسلم والتربية التي يربيها له ربه. لماذا؟ لأنه يتهيأ لأعظم رسالة، فيعود ويعيش تقريبا 4 سنوات. تموت أمه آمنة وهو في عمر 6 سنوات، فأصبح يتيم الأب ويتيم الأم. أخذته أمه آمنة، ذهبت به لزيارة أخواله في بني النجار، بني عدي من بني النجار، وهي عائدة به في رجوعها ماتت بمنطقة الأبواء ودفنت في هذا المكان. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب ويتيم الأم. ثم بعد ذلك انتقل صلى الله عليه وسلم من يتم أب وأم إلى رعاية جده عبد المطلب. عبد المطلب الرجل الكبير الذي له هيبة في قريش كلها، بل وفي كل أرجاء العرب في هذا الوقت. فأصبح في كفالة جده عبد المطلب الذي كان أكثر شخص مسرور بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب رعاه 2، يبقى هو أبوه مات وهو في بطن أمه، ماتت أمه بعد 6 سنوات، ثم انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب 2. عبد المطلب له موقف من المواقف، كان له فراش في ظل الكعبة، فرشة كده زي ما بيقولوا كده، الكبير بتاع العيلة كده بيبقى له فرشة على الجنب كده مثلا مركونة جنب الساتر من الظل، فكان له فراش لعبد المطلب بجوار الكعبة. الفراش دوت محدش يقدر يقربه ولا حد يقدر يقعد عليه، ولو جه الغلمان الصبيان يجلسوا عليه جاء الآباء والأعمام ليذهبوا بهم بعيدا عن فراش عبد المطلب، فيأتي عبد المطلب فيجدهم يبعدون الصبيان ويبعدون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا زال طفلا، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه، فإن والله لابني هذا لشأن عظيم. وكان هذا الكلام دائما على لسانه، ثم يمسح على رأسه، وما يعجبه أحدا في طفولته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فظل 2 في رعاية جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. شوف الحالة اللي بيمر بها النبي وهو طفل، عشان لما حد بيموت ويقول لك ما فيش حد بيرعاه، الذي يتوفى أبوه أو أمه اعلم أنه انتقلت رعايته من البشر إلى رب البشر. فربك الذي يرعى وربك الذي يربي، فمن الذي أخرج يوسف من البئر؟ صل على الحبيب. وفي وفاته عبد المطلب أحضر عمه أبو طالب وقال له: يا أبا طالب، إن وصيتك ابن أخيك محمد بن عبد الله. فقال: يا أبي لا توصيني، فوصيتك سيف على رقبتي، وإنه ابن أخي وهو من الآن من أحد أولادي. ولماذا أبو طالب؟ لأن أبو طالب أخو عبد الله أبو النبي من الأب والأم، إخوان من الأب والأم، فاختار أبو طالب ليكون في كفالته رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل عليه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة أبو طالب، وانتقال لمرحلة أخرى،